السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي في الصورة دي ليز مواري. مين بقى ليز مواري دي؟ دي أستاذ محاضر في جامعة هارفارد. عارفين يعني إيه جامعة هارفارد؟ أنظف جامعة في أمريكا ومن أنظف الجامعات على مستوى العالم كله. طبعا واحدة زي كده أكيد هنقول إن أبوها وأمها كانوا أثرياء جدا وصرفوا عليها فلوس كتير جدا عشان خاطر توصل للمكانة اللي هي فيها دي. بس لأ، أبوها وأمها كانوا مدمنين مخدرات وكانوا بيصرفوا كل فلوسهم على المخدرات. هم أصلا كانوا فقراء لدرجة إن في يوم من الأيام الكنيسة ادت العائلة دي ديك رومي عشان يطبخوها في ليلة عيد الميلاد. أم البنت باعت الديك الرومي عشان خاطر تشتري بيه مخدرات، وفي مرة كانت عايزة تبيع الجاكيت بتاع ليز عشان تشتري بيه مخدرات. أبوها وأمها ماتوا بسبب الإيدز والمخدرات. عاشت في الشارع وكانت بتتسول عشان تاكل. تعرفت على واحدة، والواحدة دي أقنعتها إن هي تدخل مدرسة. دخلت مدرسة مجانية وابتدت إن هي تتعلم فيها، ابتدت إن هي تحب المذاكرة وابتدت إن هي تجتهد. قدمت في منحة اسمها منحة النيويورك تايمز. منحة النيويورك تايمز قبلتها، وكمان كانوا بيدوها مرتب بجانب الدراسة، ودخلت جامعة هارفارد وشغالة دلوقتي أستاذ محاضر في جامعة هارفارد. ده غير إنها كتبت كذا كتاب. من ضمن الكتب اللي كتبتها كتبت كتاب اسمه Homeless to Harvard، من الفقر إلى هارفارد. حكت فيه قصة حياتها وقصة التسول اللي كانت عايشة فيه، وإزاي إن هي تخطت الحواجز دي كلها لحد ما وصلت إنها تدخل جامعة هارفارد وتبقى من المتفوقين هناك. كلمني أكتر عن حلمك اللي مش عايز تحققه عشان ما عندكش وقت تسعى ليه. أغلب وقتك بتقضيه على الفيسبوك بتشتكي وتنزل بوستس كئيبة وتخلي خلق الله كلهم متشائمين. الوقت اللي ممكن تضيعه في انتقاد المجتمع أو الظروف أو إن مفيش وقت ممكن تستغله في تحقيق حلمك. طب بلاش ليز عشان احنا بيجيلنا حساسية لما بنجيب سيرة الأجانب. هحكي لكم حكايتي أنا، مع إني ما كنتش حابب أحكيها بس هحكيها لكم. أنا نشأت في عائلة متوسطة الحال في قرية من قرى الصعيد. أبويا مدرس لغة عربية، حببني في اللغة العربية. دخلت أزهر في ثالثة ثانوي أزهر اللي هي سنة الشهادة، جبت 83% مع إني كنت حالل على 92%، وكان حلمي إن أنا أدخل كلية هندسة. دخلت كلية تربية قسم كيمياء وطبيعة، اجتهدت فيها وكنت بذاكر المحاضرة قبل ما أحضرها. عدلت على الدكتور ما عجبوش التعديل بتاعي مع ان التعديل بتاعي كان صح. ايوه انا غلطت ان انا عدلت على الدكتور قدام الطلبه. استقصدني وكان بيسقطني في ماده عنده في الترم الاول وماده في الترم الثاني، والسنه اللي بعدها وصى عليا دكتور ابتدى ان هو يستقصدني. قعدت 5 سنين في كليه تربيه كيمياء وطبيعه، كنت بسقط مواد اجيب فيها جيد جدا وامتياز، ومواد اللي الدكتور مستقصدني فيها بجيب فيها ضعيف جدا. سبت الكليه وسبت جامعه الازهر خالص ودخلت جامعه عين شمس كليه تجاره. ما حبيتش المحاسبه وكرهتها، ولحد دلوقتي مش عارف مين الدائن ومين المدين. قعدت فيها 2 وسبتها. في الوقت اللي كنت فيه في كلية تجارة كنت داخل جنبها أكاديمية كمبيوتر. لقيت شغفي في مجال الكمبيوتر وحبيته. طلعت الأول على الأكاديمية وجبت 96%. بعدها أكاديمية الكمبيوتر ادتني الكافيه بتاع الأكاديمية إن أنا أديره، وفي الوقت ده ابتديت إن أنا أتعلم مجال الديكور. في الوقت اللي أنا كنت بدرس فيه وبفشل ما كنتش بخلي أهلي بيصرفوا عليا، كنت بنزل أشتغل. كنت بروح أقعد على صينية العمال استنى واحد يجي ياخدني عشان أشيل رملة طول اليوم ب50 جنيه. وفي فترة من الفترات وما كنتش راضي اقول لاهلي، وتقريبا هم لحد دلوقتي ما يعرفوش ان انا قعدت 15 يوم كل اللي في جيبي 20 جنيه. كنت بجيب كيس فول بربع جنيه وخيارتين بربع جنيه و5 ترغيفة عيش من ابو شيلن يوميا عشان خاطر اوفر الفلوس عشان ال 20 جنيه تكفيني لمده 15 يوم. بعد ما خلصت اكاديميه الكمبيوتر دخلت الجيش، قعدت 5 شهور و21 يوم في الجيش، وبعد كده طلعت عشان قالوا ان انا عندي حساسيه على الصدر، وما كانش في عندي حساسيه على الصدر، بس طلعت وخلاص. من 2004 ابتديت اتكلم مع ناس اجانب على سكايب، وحسيت بالعجز لما ما قدرتش ان انا اتواصل معاهم بسبب اللغه. ابتديت ان انا اتعلم اللغه، وابتديت ان انا اقرا كتير واسمع كتير، وابتديت ان انا امارس اللغه بشكل اكتر واتكلم مع الاجانب واطلب منهم ان هم يتكلموا ببطء عشان خاطر افهمهم. مستواي في اللغه الانجليزيه تطور جدا لدرجه ان انا لما فتحت شركه الديكور في الرحاب وابتديت ان انا اتعامل مع زباين كتير، وابتديت ان انا اعمل لهم شغل كتير. في مره من المرات كنت قاعد مع مدير في شركه مصر للطيران، سمعني وانا بتكلم مع حد من الاجانب في التليفون، قال لي انت ما تاخدش ليه شهاده في المجال ده؟ ليه ما تخشش ان انت كليه وتاخد شهاده في المجال ده؟ ممكن تشتغل مضيف للطيران، ممكن تشتغل اي حاجه. فقلت له والله فكره، ورحت دخلت كليه اداب ترجمه تعليم مفتوح في جامعه القاهره. كنت من المتفوقين هناك. وانا في الكليه ابتديت اشتغل في مجال الترجمه وساعدت ناس اجانب. الناس الاجانب اللي انا ساعدتهم دول حبوا يردوا الجميل ليا، عرفوني على شركة ترجمة في أمريكا. شركة الترجمة بعتت لي وخلصت ورق السفر وسافرت. وأول ما اشتغلت هناك في خلال 3 أسابيع اترقيت في الشغل بسبب اجتهادي وبسبب إن أنا بحاول دايما أطور من نفسي وأطور من الشركة اللي أنا شغال فيها. ومعلومة ليكم، ما ساعدش على السفر،
السفر هو اللي جالي لحد عنده. وكمان قبل ما اسافر كانت شركه الديكور بتاعتي بتتطور وبتكبر كل يوم عن التاني. كان شغال تحت ايدي قبل ما اسافر 12 نقاش واربع مساعدين، وما وقفتش لحد كده، عمال اطور في نفسي كل يوم عن التاني. عايز اوصل لان انا افتح شركة ترجمة تساعد ناس كتير جدا من خريجي الترجمة، وبحاول اوصل لناس كتير زيكم عشان خاطر ان هم يستفيدوا، ان هم ينجحوا. مش عايز حد يتلكك بالظروف، مش عايز حد ان هو يقول انا ما اقدرش. لا، انت تقدر، والله تقدر. كل اللي انت محتاجه، انت محتاج انك تركز على نفسك، تخصص وقت من يومك انك انت تسعى لتحقيق حلمك. مش عايزك تمر باللي انا مريت بيه، عايزك من البداية تنجح. شد حيلك واشتغل على نفسك، وان شاء الله بإذن الله سيرى الله عملكم ورسوله.